بسم الله الرحمن الرحيم. سجلت الفيديو ومعرفش حصل فيه ايه، فاضطريت ان انا اعيده من اول وجديد. عايز اقول لكم رسالة مهمة قوي قوي النهاردة. اطمئنوا يا جماعة، اطمئنوا، خلي عندكم امل كبير في الله. رحيم ربنا وكريم، بيسامح وبيعفو. اطمئنوا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها المحيطة بينا، ربنا مش هيضيعنا، ربنا كريم قوي. يقول الله في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ظنك في ربنا ايه؟ هيكرمنا ويسترنا ويعدينا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. أنا ظني في ربنا هيكرمنا، أنت ظنك في ربنا إيه؟ إن ظن خيرا فله، هيعديها وهيسترنا وهيرزقنا، وهتعدي الكورونا ونيجي بعديها نقول يا سلام ده احنا رضينا ربنا فرضانا. ربكم رحيم كريم، اطمئنوا، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. يقول الله تبارك وتعالى: أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعوه ينجيكم ويعدوها. اطمئنوا يا جماعة. ابعتوا لأولادكم رسالة تطمئنة، قولوا لهم اطمنوا ربنا كريم. ابعتوا اللي حواليكم رسالة طمأنة. ولذلك أنا جاي لكم النهاردة ومعايا 5 مفاتيح لرفع الكرب وكشف البلاء من القرآن والسنة. 5 مفاتيح فيها وعود ربانية ووعود نبوية تطمن قلوبنا على الآخر. يلا نمشي واحدة واحدة. هاتوا بقى ورقة وقلم واكتبوها، وال5 دول انشروهم وقولوا للناس يعيشوا بيهم ويذكروا ربنا بيهم. المفتاح الأول هو لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إشمعنى؟ أصل الجنة مكان الراحة، مكان السعادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله دي واخدة حتة من الراحة والسعادة بتاعت الجنة. الله، أنا عمري ما فهمته كده. أيوة، عشان كده قال لك كنز من كنوز الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء ل100 داء أدناهم الهم. مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ دواء لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل الأدوية تمسك السبحة وتقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الدواء بتاعك. حافظ على لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في اليوم، 3-4 دقائق. يقول الإمام المناوي: ما فتحت مغاليق الأمور بمثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو يعلم صاحب الهم والغم ما فيها من الفتوحات ما تركها أبدا. آدي المفتاح الأول والوعد النبوي الأول الرائع. المفتاح الثاني من مفاتيح تفريج الكروب قول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات. كان في 3 ظلمات سيدنا يونس: قلب المحيط وقلب الليل وبطن الحوت. يا ساتر، هو في كرب أشد من كده؟ يقول الله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم. يا سلام، بس يعني يمكن دي خصوصية لسيدنا يونس. بقيت الآية، شوف بقيتها: وكذلك ننجي المؤمنين. وعد رباني اللي في كرب وغم وهم، ويقول دون فنجيناه، والفاء في اللغة العربية للسرعة. وكذلك ننجي المؤمنين. الله، أما وعد مريح. اطمئنوا، انشروا الفيديو ده بين الناس عشان كل واحد تعبان يطمئن. ابعتوا لأولادكم، خلوا أولادكم يتفرجوا عليه. الوعد الرباني الثالث والمفتاح الثالث لتفريج الهموم: حسبي الله لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله يخليكم اكتبوا ده وعلموه لولادكم وانشروه بين اصحابكم. اشمعنى ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 7 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله همه في ذلك اليوم. يا نهار أبيض! ومن قاله حين يمسي 7 مرات كفاه الله همه في هذه الليلة. روشتة نبوية لرفع الهم والغم بهذا الدعاء. آدي المفتاح الثالث. المفتاح الرابع دعاء قرآني رائع: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيه سر تركيبة الدعاء ده؟ أنه يجمع بين قمة الشكر لله وقمة التذلل لله. قمة الشكر: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يا رب خيرك مغرقني، بس أنا فقير محتاج وعندي طلبات نفسي فيها. فسره مين اللي دعا بالدعاء ده؟ سيدنا موسى وهو خارج من مصر، وحيد، ليس له مأوى، ليس له عائلة، ليس معهوش فلوس، معهوش شغل. فنادى، فقام قايل ايه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على السياح. برضو الفأل السرعة. أول ما دعا اتجوز وبقى عنده سكن وبقى عنده مأوى وبقى عنده شغلانة.
المفتاح الرابع، ايه رايكم في المفاتيح دي؟ حافظوا عليها يا جماعه، ما يفوتكش الذكر كل يوم بدول. المفتاح الخامس والاخير الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10. يعني ايه صلى الله عليه؟ نزل عليه 10 رحمات، رحمه منهم واحده تكفي انها تزيل همك وغمك. عايز احلى من كده ايه؟ عايز مفاتيح لسه مش مطمن؟ اطمنوا يا جماعة، اطمنوا، انشروا دول. كل ما تحس بهم وغم ردد واحدة من هذه الأذكار الخمسة، يهدى قلبك ويطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله. ألا عارف يعني ايه؟ والله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأذكار اللي أنا قلتها دي الخمسة دول وغيرهم هم هيكونوا جزء من برنامجي في رمضان السنة دي اللي اسمه كأنك تراه، اللي هنعيش معاه كل يوم في رمضان على قناتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك هنا، فتكونوا معانا فيها إن شاء الله. عندي خبر تاني مهم جدا، بكرة إن شاء الله عندنا لايف ستريم على الهوا دعاء، بكرة الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، لأن بين العصر والمغرب وقت إجابة يوم الجمعة. هندعي دعاء قنوط إن ربنا يكشف الهم والغم. ادخلوا معانا ودخلوا ولادكم وندعي كلنا مع بعضينا، ودخلوا كل من تعرفوا يدخلوا معانا على الصفحة بكرة في هذا الوقت ده. حبيت أقوله لكم في النهاية. عايز أقول لكم إيه؟ اطمئنوا، اطمئنوا، ربكم كريم رحيم ودود. اطمئنوا، 5 مفاتيح ربانية. عارف إن أنت تمر بكرب في الحياة، فاداك الهدايا دي، حافظوا عليهم واكتبوهم وانشروا الفيديو ده بين الناس من أجل أن يطمئن الناس إن ربهم رحيم وكريم. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.